اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم خواتاتي معنا في فيديو جديد على قناة فكرة جديدة. اليوم إن شاء الله جيت باش نقدم لكم الطريقة ديال الاحتفاظ ديالي بالقزبر والمعدنوس والكرافس، ونتمنى تعجبكم. واللي عجبو الفيديو يدير اشتراك ويخلي شي تعليق، واللي بغى شي استفسار ولا شي سؤال يخليه ليا لتحت في التعاليق. ودابا نبداو ان شاء الله بالطريقه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ودابا ها هو القزبر ديالي بعد ما ملي نقيته. هو هذا القزبر، هذا المعدنوس، هذا الكرافس. غادي نغسلو وغادي نديرو ينشف ان شاء الله. دابا غادي نغسل هذا الكرافس هو الاول. درتو هنا في الشبكه باش يتصفى ليا نيت كان فيه شي تراب ولا شي حاجه تصفى. دابا ملي تسكر غنحيدو نطرفو نديرو ينشف. انا جبت ليه هذا القزبر مع المعدنوس مع كثير شويه وشي بحال الكرفس. جبت ليه هذا حسن غارق شويه باش نقدر نخشي فيه ويتغسل ليا مزيان. غادي نغسلو جوج مرات ولا ثلاثه على حساب، حتى يتحيد منه ما يبقاش فيه لا تراب لا والو، ما يبقى يخرج منه والو. دابا غادي نغسلو ونعاود نتلاقى معكم، وغادي نخليهم هنايا حتى يتسقطروا ليا مزيان ما يبقاش فيهم الماء. عاد غنديرهم فوق شي زيف ونخليهم ينشفوا. خاصو ينشف مزيان، الا بغيتو تطحنوه ينشف حتى ما يبقاش فيه الماء، ما يبقاش فيه هذا الماء. انا غنسرحو مزيان فوق شي زيف ولا شي حاجه حتى ينشف مزيان. هنا هو نشف ليا، سرحته فوق هاد السربيته تنشف. وهذا الكرافس درتو هنايا ها هو ناشف. راه خاصو ينشف، ماشي غير يبان لكم تسقطر من الماء صافي، خاصو يكون ناشف النيت يولي بحال هكا. ما يبقاش فيه الاثار ديال الماء، باش ملي ديروا في المجمد ما يتجمعش لكم مع بعضياته ويبقى محلول. هنا راه تنقطع فيه قطعه هكا كبيره باش يجيكم بتطحنوا في الهاشوار، يجي يدخل لكم في الهاشوار ما يبقاش معكلكم. دابا ملي قطعتو غادي نجيبو نطحنو، نديرو في الطحانه في هاد الهاشوار في حق هاد الهاشوارتين دغيا من قبل كنا نتعذبو باش نبقى نقطعو في الربيع. غادي نطحنو ونعاود نتلاقى معكم. هنا هو ملي ساليت ليه الطحين، هذا راه القزبر والمعدنوس خلطتهم بجوج خلطين، وهذا راه الكرافس. غادي نديرو في هاد الميكات، ندير هذا في هاد الميكا.
وهذا هو غنديرو هنايا. دابا ملي درتهم في الميكاد نسرحهم شويه. دابا غنديرو في الكونجيلاتور بحال هكا تيجمدوا ليا. الربيع ديالنا ملي درتو في المجمد ها هو جبدتو، ها هو راه ما قصتو ما والو، كيما جبدتو راه مع الكونجيلاتور عندي عامره شويه راه تعوج ليا. ها شتي راه دغيا تيتهرس. كتهرسيه باش ديريه في البواطه صافي كلشي تجبديه. ها كاع السميته اللي باقا لكم ها هي. شوف دغيا ها داك تيكون ناشف مزيان راه ما تيشدش فيه داك الماء، ماشي بحال اللي خليتو فيه الماء ديك تيبقى تيتجمد بزاف ما تيبغيش يتحل. الكرافس حتى هو وباش ندير لكم هاد المرحله باش ما تقولوش لا راه دار تفكات وعاد وراتو ولا. هنايا ملي فكيتو غنديرو في البواطه. نتوما لو بغيتو ديريه في البواطه شغلكم هذاك خليوه حتى في هذا الميكان. انا غنديرو في البواطه باش يجيني ساهل في الهزان. نتوما بغيتو تخليوه في الميكا ولا اللي ما عندوش البواطه يخليه. هذا الكرافس ونتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها ان شاء الله.